لو بصيت على أي شركة هتلاقي إن نفس الحدث أو نفس المعاملة كان ممكن يتفهم أو يتسجل بأكتر من طريقة حسب الشخص اللي بيحاسب أو حسب وجهة نظره. بس ده كان بيعمل مشكلة كبيرة جدا للشركات، لأن الأرقام كانت ممكن تبقى صح محاسبيا بس مش قابلة للمقارنة ومش مفهومة بنفس الشكل ونفس المنطق من شركة لشركة. وهنا بقى ظهر السؤال الحقيقي: ازاي نخلي فيه لغة واحدة يفهمها اي حد في اي مكان في العالم؟ ومن هنا ظهرت المعايير الدولية او ايفرز عشان تبقى فيه لغة مالية واحدة يفهمها العالم كله. بس المهم انك تفهم حاجة، ان الايفرز او المعايير دي مش مجرد قواعد تسجيل ولا شوية معايير تحفظها وخلاص، هي في الأساس طريقة تفكير موحدة بتخليك تسأل الأسئلة الصح قبل ما تدور على الإجابة نفسها. فتبدأ تسأل: إيه طبيعة الحدث ده فعلا؟ هل هو أصل ولا التزام ولا مصروف؟ وإمتى أقدر أعتبر إن القيمة دي قيمة حقيقية وأقدر أعتمد عليها؟ الفكرة هنا إن المعايير بتحاول تقلل الاختلاف في الحكم الشخصي وتحوله لقرارات مبنية على إطار واضح. وعلشان كده انت لما تفهم المعايير صح فانت مش بس بتعرف تسجل القيود صح، ده انت بتبدأ تفهم ليه القيد اتسجل اصلا بالشكل ده. وده بيغيرك من مجرد منفذ لشخص فاهم الصورة الكبيرة للشركات. فالفكرة مش انك تحفظ معايير وخلاص، ولا انك تعدي على كل معيار كأنه مادة نظرية وبس. الفكرة انك تفهم ليه المعيار ده اتعمل اصلا. طيب المعيار ده كان بيحل مشكلة ايه؟ وايه الفكرة او المنطق اللي خلى مجلس المعايير يختار المعالجة دي تحديدا؟ خد بالك ان المعايير ما ظهرتش من فراغ، وكل معيار منهم كان رد فعل المشكلة حقيقية حصلت في السوق وقتها. مرة شركة كانت بتخفي خسائر، ومرة أصول كانت متسجلة بأرقام بعيدة تماما عن الواقع، ومرة مستثمرين كانوا شايفين شركات ناجحة على الورق بس الواقع كان بيقول حاجة تانية خالص. وعلشان كده انت كل ما تتعمق في المعايير اكتر هتكتشف ان المعايير مش مجرد دين ومدين، ومش مجرد شكل قوائم او افصاحات. المعايير في اساسها هي طريقة تفكير كاملة تخليك تبص للحدث او المعاملة وتسأل: ايه حقيقته؟ وايه اثره الحقيقي على الشركة؟ وهل الرقم الظاهر ده فعلا بيعكس الواقع ولا مجرد شكل محاسبي؟ وده الفرق الحقيقي بين شخص بيعرف يسجل قيد وشخص فاهم القصة اللي ورا القيد. ومع الوقت هتبدأ تلاحظ انك بدأت تبص لأي معاملة بشكل مختلف، وساعتها مش أول سؤال هتسأله القيد شكله ايه، أول سؤال هتسأله الحدث ده جوهره وأساسه ايه. وده بالظبط الهدف الحقيقي، انك ما تبقاش حافظ معايير بس تبقى فاهم طريقة التفكير اللي المعايير نفسها مبنية عليها. خد بالك ان المحاسبة مش لعبة ارقام وبس، المحاسبة دي لغة بتحكي حقيقة البيزنس، والمعايير هي الطريقة اللي بتخلي العالم كله يفهم اللغة دي بنفس المعنى مهما اختلفت الشركات او الدول او حتى الصناعات. احنا في السلسلة دي مش بس هنتعلم معيار جديد، احنا كمان هنقرب اكتر من طريقة تفكير المحاسب اللي فاهم الواقع. وساعتها هتكتشف انك مش بس بتذاكر معايير، ده انت بقيت بتفكر بالمعايير.